مين أجمد؟ بابلو النهار عادي تخفف الالام يا ناس اسمها ايه فيها بكيتو فانيا ومش فاضي لك نام بس حول جوه تراب يا هضحي بوقتي كله مايك جنب اللاب يا المراجعة دي متقسمة ل6 حاجات، وهتلاقوا التايم لاين متقسم لو عايز تروح لحتة معينة. أول حاجة الخلفية والمشوار الفني. ويجز أو أحمد علي شاب من اسكندرية، بدايته كانت بسيطة جدا في 2018 لما بدأ ينزل أغاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ ينتشر بين شباب الهيب هوب والراب الاندر جراوند على الاخر يعني، وبدأ يتسمع لما نزل تراك TNT. احنا جيل جديد فرغنا الطاقة لسه مرميت فخلصنا الباقة. ودي كانت النقطة اللي ويجز بدأ يتسمع فيها فعلا. على الجانب الآخر من مدينة اسكندرية عندك مروان بابلو أو مروان أحمد مطاوع، وكانت بدايته قبل ويجز بفترة، وكان معروف في الأول باسم داما قبل ما يغير اسمه لبابلو، وبدأ ينزل أغاني من البيت، وبعد التجديد نزل تراك الغلاف وأوزوريس. بتزولش انا برز مفيش غير فلوس جوه راسي. لو لاحظنا ان الاتنين من بيئة بسيطة من اسكندرية، وده انعكس على طبيعة اغانيهم اللي بتمزج بين حياتهم ومشاكلهم وهم عايزين يوصلوا لايه، طبعا اكيد مع اختلاف اسلوب كل واحد منهم. نخش على اللي بعده اللي هو الاسلوب. ويجز جمع بين انواع مختلفة من الموسيقى، وده خلى اسلوبه فريد، بيستخدم عناصر من الهيب هوب والسول والموسيقى الشعبية المصرية. ولو بصينا على أشهر أغانيه زي البخت أو أميرة هنلاقيهم أصلا مش راب، وده يوضح ذكاء ويجز إن هو محصرش نفسه في فئة معينة، لكن دلوقتي في ريسك إن هو أي تراك بينزله ممكن ما يعجبش الناس اللي كانت بتسمعه من الأول، وده حصل طبعا في تراك البخت وتراك أميرة وبعودة يا بلادي. الناس كانت عايزة حاجة زي لقطة 21 TNT. حتى ويجز اتجه للحتة العاطفية، وده بعيدا عن الراب التقليدي اللي احنا كلنا عارفينه، على عكس مروان بابلو اللي متمسك بأسلوب الراب حتى لو غير عليه كتير. ومروان بابلو بيحب يطور ويجدد زي ما هو عمل أول مرة، هو اللي يعتبر بدأ الويف دي، وحتى دلوقتي هتلاقيه بيستخدم بيتات جديدة جدا عن السين المصري، ودي حاجة مروان بابلو ناجح فيها من زمان. هتلاقي فيه فئة قليلة بتقول احنا عايزين مروان بابلو القديم بتاع فري، بتاع غلاف، بتاع سندباد، الحاجات دي، لكن زي ما انا قلت دي فئة قليلة، ومعظم اللي كانوا بيسمعوا مروان بابلو زمان حاليا مش متضايقين من التراكات الجديدة. بالعكس انا حاسس ان في تطور كمان. يعني مثلا انا اكتر تراك بحبه لبابلو وشايفه اجمد تراك لمروان بابلو هو الحلال، اللي هو جديد نسبيا، على عكس ويجز اللي بالنسبة لي اجمد تراك ليه هو 21 اللي هو قديم نسبيا. فويجز في الحتة دي هو بعد عن الراب التقليدي، وبعد عن الفان بيز الاندر جراوند بتاعته، وده زي ما قلت ان هو ذكاء من ويجز طبعا، بس ده هتضايق معظم الفانز الاندر جراوند اللي انا كنت واحد منهم. نخش على الكلمات والرسائل. كلمات ويجز غالبا بتكون شخصية جدا، بيحكي عن مشاعره وتجاربه الشخصية، وده واضح في اغنية زي البخت بتحكي عن اللي حصل له مع حبيبته، وطريقته البسيطة اللي ما فيهاش ورد بليز ولا حاجات كتير كده خلت الاغنية توصل لشريحة كبيرة من الناس، وكونها تراك بوب فخلى الاغنية تفايرال بشكل اكبر. اما مروان بابلو كلماته رمزية وعمق، وبيحب يكتب اغاني فيها معاني، زي ما قال في حلقة ريد بول ان هو اخر الالبوم سنة عشان يخلي في قصة في الالبوم. وشخصية مروان بابلو ماشية مع الصراعات بين صحابه، الصراعات بين دينه وشغله، زي في تراك الجميزة بيحكي عن الحاجات اللي هو عايز يوصل لها، عايز يصاحب المضيفة، عايز يعيش عيشة نظيفة. ده قبل الاعتزال. بعد الاعتزال واخد وضع الانتقام، انا جاي انتقم من كل حد قلل مني، وده يبان في تراك زي الغلاف وزي الحلال، واخرهم الالبوم الاخير اللي مع ابي يوسف، حرفيا كله يعتبر كده. وفي تراك الغلاف بيتناول الصراعات النفسية والفكرية، فأسلوبه مختلف وبيستهدف الجمهور الأندر جراوند زي ما أنا قلت، الجمهور اللي محتاج ورقة وقلم وهو بيسمع عشان يفسر كل كلمة هو ممكن يكون قصده ايه، على عكس الناس البسيطة اللي بتحب تسمع كلام حب زي تراك البخت أو تراك أميرة. وده تاني مرة مش تقليل من ويجز بيعمل تراكات عميقة كتير زي تراك هصلة، بس أغلب كلام ويجز بيبقى سهل عشان ينتشر أكتر، وده تاني مرة ذكاء من ويجز.
نخش على الشعبية والجماهيرية. النقطة دي ويجز كسبان فيها باكتساح طبعا، وكلنا عارفين ده. ارقام ويجز اعلى بكتير، اعلى من اي حد في السين تقريبا، وده تفسيره في النقط اللي احنا قلناها قبل كده. بس مروان بابلو عنده شعبية كبيرة في الشارع، وحاسس مجرد احساس ان الناس بتحبه اكتر، خصوصا من البنات تحديدا. بس على العكس بابلو مش سيء، بابلو عنده مشاهدات كويسة، وبابلو بيعمل حاجات كتير عالمية. دلوقتي هو حرفيا موديل عند ديزل وكذا براند تاني، ودلوقتي مع ريد بول سيمفونيك، واعتقد محدش يقدر يقلل من اللي عمله بابلو في السين المصري. وخلينا فاكرين ان في ظل ما مروان بابلو معتزل، ويجز استغل اهدى سنة في السين وانطلق فيها حرفيا. بتكلم طبعا على 2020، يعتبر معظم الرابرز ما نزلوش حاجات قوية فيها، في ظل بابلو معتزل، وفي ظل ان ويجز نزل دورك جاي. طبعا اتشهرت جدا بسبب الكلام اللي داير ساعتها، ان الكلام كان على محمد رمضان، وده ساعد في انتشار التراك بشكل مرعب، غير طبعا تراك ما بسلمش بتاع احمد بسيوني وويجز. نخش على النقطة الخامسة، الفرق في نوع المزيكا. طبعا معظم تراكات ويجز اللي نجحت مش بتتصنف كراب اصلا، زي البخت ودورك جاي، وده بيخلينا نقول ان هو بيحاول يوسع قاعدة جمهوره من خلال تقديم انواع مزيكا مختلفة. على عكس بابلو الناحية التانية مركز على تقديم الراب والتطوير منه، زي ما قلت تراك كنترول وغابة بتعكس شغفه بالراب، وده بيخليه اقرب للجمهور اللي بيحب النوع ده، وتركيزه على الراب بيخليني اعتبره رمز للهيب هوب الحقيقي في مصر. ونخش على النقطة اللي بعديها، اللي هو رأيي الشخصي. طبعا زي ما انتوا فهمتوا من طريقة كلامي ان انا بحب الراب، وبحب اللي يحب الراب. مروان بابلو اكتر واحد مركز على الراب في الحتة دي، وبالنسبة لي هو الأجمد في الحتة دي. ممكن بابلو لما يقدم بوب ما ينجحش، لكن هو كنوع المزيكا اللي أنا بحبها هو الأجمد بالنسبة لي بلا منازع. ممكن أكون منحاز لبابلو لأنه أول واحد سمعته من الجيل ده، لكن هو قادر يثبت إن هو الأجمد في النوع ده من المزيكا. ولو فهمت إني مش بحب ويجز، فويجز عندي من التوب 3 في الرابرز اللي انا بسمعهم، بس كله من التراكات القديمة، مفيش تراك جديد لويجز بسمعه حتى الان. اتمنى في البوم الجاي يكون فيه تراكات اجمد ابدأ اسمعها وتعجبني، تكون راب تحديدا. وبس كده، ده كل اللي عندي النهاردة. اهم حاجة تكتب لي رأيك الشخصي في الكومنتات.